الحلقة 17. جاهز بكرة للماتش؟ احتياطي مش هلعب. هتلعب، أكيد حد فينا هيتعب ولا يتكسر وهتنزل بداله. ما تكلمي مستر بدر يا ماما تخليني ألعب الماتش بكرة. ما أنا كلمته وأخدك الفريق أهو. أصل هو لسه ما يعرفش إن أنا بلعب كويس عشان أنا جديد في المدرسة وقال لي اقعد احتياطي. حاضر هبقى أكلمه، بس أكيد مش هخليك تلعب غصب عنه، أنا بس هحاول. لازم تحاولي، ده أهم ماتش في السنة. الدراسة ضد البطنية، الكل بيتفرج علينا والفصول كلها بتاخد أجازة عشان يتفرجوا. ليه الفصول بتقف؟ الماتش كله نص ساعة بس. أصلك أنت جديدة وما تعرفيش يعني إيه ماتش الدراسة ضد البطنية. زي كده الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، ماتش ابتدائي وماتش إعدادي. أمال بقى لو شفتي ماتش ثانوي ما أقولكيش ضرب نار. نفسي تبقى متحمسين للدراسة زي الكورة كده. يا رب نفوز بكرة. يا رب ألعب وأفوز بكرة. هاتولي الديسكات دي علشان المدرسين يعرفوا يعدوا، واعمل لي ممر كده عشان الناس تعرف تعدي، وخلي الحمار يعدي من الناحية التانية. مس إلهام خرجت من مكتبها، ده ماتش مهم فعلا. فرح تعال، انت بنت حلال، كنت لسه بفكر فيكي. خير يا مس إلهام؟ النهارده ماتش مهم مع مدرسة البطنية، ومس نبوية مديرة المدرسة بتاعتهم ست سم وغلاوية، ما بيعجبهاش العجب، وبتيجي مدرستنا تطلع فيها القطط الفطسانة. سبحان الله، مع ان المدرسة ما فيهاش عيب واحد. ما بقولك ست سماوية. فأنا بقى النهارده عاوزة أبهرها، عايزة أوريها مس إلهام الشرقاوي لما تلعلع تعمل إيه، عشان عاوزاكي تعلقي على الماتش بتاع النهارده. نعم، أعلق عليه إزاي يعني؟ هتمسكي الحديد وتقعدي تقولي الكرة راحت يمين، الكرة راحت شمال، وهوبا جول وجول وجول. حديدة إيه اللي أمسكها يا مس إلهام؟ الميكروفون يعني. بس أهم حاجة عاوزاكي تحشري الكلام الإنجليزي في النص من بتاعك الحلو ده، يعني بدل ما تقولي الكرة راحت يمين والكرة جت شمال تقولي البولا كام البولا جو، بس بطريقتك طبعا يا مس فرح. حضرتك عايزاني أطلع بالميكروفون أقول البولا كام والبولا جو؟ شفتي انت نطقتيها حلو ازاي؟ يلا بقى اجهزي كده بقى وسلكي الحنجرة، وهبعتلك كوباية ينسون عشان صوتك يجلجل كده. عايزاكي تشرفينا يا فرح. يا مس إلهام أنا بس مش بفهم في الكورة وهي ما اسمهاش البولا أصلا. يا حبيبتي وهي محتاجة فهم. المهم نبهر مس نبوية ونوريها إلهام الشرقاوي من هي. انتي هتنبهري انبهار. هقول لك ليه غني وفقير، قولي الناس ما تعيش كتير، واحنا صغار كنا بنحتار ليه في صراع بين شر وخير. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أرحب بالحدث الأكبر في منطقة الجمالية كلها، وهو مباراة دوري المنطقة، واللي هيكون في إطار من الروح الرياضية بين مدرستنا ومدرسة أختي وحبيبتي مس نبوية اللي قاعدة جنبي دلوقتي ومشرفانا. أهلا أهلا بيكي. وهي طبعا مش مصدقة مستوى مدرستنا اللي بيتطور يوم عن يوم وبيعلى فوق في العلالي ويرفع اسم إلهام كده فوق فوق في العلالي. سميرة وأم جلال انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ايه يا اختي، مش عاوزانا اشوف ابني وهو بيلعب؟ عاوزين نقعد قدام عشان نشوف كويس. الله، فين اللب صحيح؟ احنا نسينا نجيب. اجري يا سميرة هاتلنا قرطاسين. الماتش هيبدأ يا ام جلال واحنا مروحين بقى. والماتش هيكون بتعليق مس فرح. تسقيف تشجيع. شكرا يا جماعة، شكرا. هنبدأ الماتش. عايزاكي تتكلمي انجليزي. ابهري الولية نبوية السماوية دي. انا ملحقتش اتكلم اصلا، انا مش عارفة اقول ايه غير كده، هو كلامي مهم. امال ده سكان المنطقة كلهم هيسمعوا الماتش في الميكروفونات. هي سهلة، انت بس وصفي اللي بيحصل قدامك وخلاص. حاضر. الماتش هيبدأ وقدامنا الملعب، في اللعيبة وفي الكورة. طب ما احنا عارفين، هما يعني هيلعبوا ببتنجانة يعني؟ ما توتريهاش بقى يا ام جلال، انت حلوة يا فرح، حلوة زي الفل. على يميننا فريق البطنية وعلى شمالنا فريق الدراسة، وزي ما احنا شايفين اهو اللعيبة نزلت أرض الملعب وهنسمع النشيد الوطني. مفيش؟ اوكي، الأورج بايظ، بنعتذر لكم. في مشكلة بدأت في أرض الملعب، في اعتراض على الحكم، بيقولوا انه من سكان الدراسة. صحيح يا مس إلهام، الحكم من سكان الدراسة؟ كذب وتدليس. الحكم من حارة برقوق، ودي تعتبر من خارج نطاق الدراسة. هما بس عاوزين يتلككوا عشان يبوظوا الماتش. في ناس بدأت تدخل وبيشاور على بره الملعب. يا ترى بيشاوروا على ايه؟ ايه ده؟ عم زيكو داخل بالحمار أرض الملعب. ايه رأيك في اللي بيحصل ده يا كابتن؟ قصدي يا مس إلهام. هما تقريبا عاوزين عم زيكو يحكم،
لانه ساكن في اخر الجماليه. لا 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 لا، في البطنيه. لا يا ربي، في الدراسه. فعلا عم زيكو بيوافق على التحكيم، وزي ما انتوا شايفين بيربط حماره في العارضه وبيشمر جلابيته استعدادا للتحكيم، وفي ناس اهو بيدوله زماره الحكم. انت يا اختي ما قلتيش ولا كلمه انجليزي لحد دلوقتي ليه؟ حاضر. The match will start now. شايفة النطق يا مس نبوية؟ أقصرت على أبوه يعني. الكرة مع صاصة بيجري بيها وبيباصي لزميله في الملعب أحمد كورونا. طبعا هتسألوني هو ليه اسمه كورونا؟ معانا مس إلهام هتفسر لنا الاسم ده. أحمد كورونا كان الأول اسمه أحمد عرسة. طبعا هترجعوا تسألوني ليه يا مس إلهام الشرقاوي هو ليه اتسمى بالاسم ده؟ هقول لكم لأن أول واحد اتصاب بكورونا فطبعا طلع عليه أحمد كورونا. مصائب قوم عند قوم فوائد، كورونا أرحم من عرسة أكيد. وهجمة مرتدة من فريق البطنية، بيرقص الأول والتاني وبسن الجزمة جول جول أول للبطنية. انت فرحانه ان هم دخلوا فينا جون؟ أنا بحاول أبقى محايدة. لا يا حبيبتي، انت بتقبضي من مدرستي. وبيرجع الماتش بعد احتفال اللاعبين اللي انا مش عارفه ليه بيحتفلوا يعني. جون زي اي جون، ايه الجديد يعني؟ لا اول جون ولا اخر جون في تاريخ بلادنا. حلو كده؟ ايوه كده حبك. الكرة معانا صاصة بيرقص وداخل على الجون وهيشوط. اوبا، المدافع بيوقعوه على الارض وصاصة وقعة جامدة جدا. سميرة بتنزل ارض الملعب بتشمر عبايتها وداخله في المدافع اللي امه بتنزل هي كمان ارض الملعب وبتمسك في شعر سميرة. ايه رايك في اللي بيحصل يا مس إلهام؟ هل دي هي الروح الرياضية؟ الست دي انا عارفاها كويس قوي، دي مرات صاحب مقلة عضعض اللي في اول البطنيه. عيب قوي اللي بيحصل ده يا جماعه. هي ما صدقت سميره تنزل علشان تمسك فيها ولا ايه؟ لان سميره كانت اتخانقت معاها قبل كده، امال ايه، ودخلوا في بعض قبل كده خناقه كبيره قوي، مش قادره احكي لكم على كل حاجه. على فكره احنا نرجع بالاحداث لورا ونجيب الاحداث كلها هنلاقي ميس اميره هي اللي غلطانه في الليله دي كلها. معلومات مهمة جدا عن أهل المنطقة. وادي أهي أم جلال داخل الخناقة وماسكة صفيحة زبالة بترميها على مرات عضعض وبتنط تمسك في رقبة الولية وبتجيبها على الأرض. وشوف أم جلال عندها لياقة بدنية عالية جدا. أم جلال بتجري ورا الست وبتزنقها في الجون، لكن ولاد الحلال بيدخلوا ويخلصوها من إيديها ويفكوا الاشتباك أخيرا. نرجع للملعب وصاصة شكله مش هيكمل واقع على الأرض. بيدخل أرض الملعب الطاقم الطبي ومعاهم حمار عم زيكو بيرفعوا عليه صاصة ويخرجوا. بنشوف سليم ابني أهو بيدخل مكان صاصة. قمر يا اختي قمر داخل الملعب. بتتلعب ضربة الجزاء وبيدخل أحمد كورونا ويشوطها وجول التعادل لمدرسة الدراسة. بس اديني بس انت الحديدة يا حبيبتي. هذا الماتش برعاية ريشة ومنقار أحسن فرارجي في كفر الزعبلاوي. كيلو البانيه عندنا ب 200 جنيه، لكن عامل أوفر البيع بالقطعة. الحق العرض النهاردة، يلا بنضحي 200 جنيه. ده إعلان مدفوع الأجر؟ روحي قولي له يا حبيبتي تبع مس إلهام الشرقاوي هيعمل لك خصم حلو قوي. نرجع للمباراة بتاعتنا والفرقتين بيجروا ورا بعض. الكرة اللي بتروح على خط التماس وتخرج بره فتطلع اوت، وهنا ام جلال بتدخل ارض الملعب وتمسك الكرة. الكل بيتلم حواليها. تعليق حضرتك على اللي بيحصل ايه يا مس إلهام؟ اوبا، تقريبا ام جلال دي بتعترض على التحكيم. الست دي عافيه رغم سنها. ده في ناس بتقول حضرة سعد زغلول. شفت نطت ازاي في الهواء وامسك الكرة. جالنا دلوقتي سبب اعتراض ام جلال. هي بتقول كل واحد يلعب تحت بيته علشان مش عارفه تنام. الكل بيتلم حواليها يحاول ياخد الكوره لكنها مش عاوزه تسيبها وبتخرج فعلا من الملعب الكوره، والكل بيضرب كف على كف. في كوره تانية جت اهي وبنستأنف الماتش اللي كل شويه يقف ده. تعليقك ايه على اللي بيحصل يا مس إلهام؟ كابتن لطيف بيقول الكرة جوان واحنا ما دخلناش غير جون واحد. الماتش ما يلزش كده، احنا عاوزين الماتش يلز، واكيد هيلز لما احنا نفوز ونهز. هجمة سريعة بيعملها سليم. ابني حبيبي داخل. ابني بيرقص، ابني بيرقص. سليم بيشوط وجول جول. هذا الماتش برعاية ألبان موحة اللي في آخر النصيحة اللي جاية. ألبان موحة أصل اللبن في مصر، بيقول لكم تتوفر عنده كمية محدودة من لبن السرسوب. الحق قبل نفاذ الكمية. والعنوان شمال في شمال. والماتش بدأ تاني وهجمة سريعة وجون. مش معقول يا جماعة الدفاع ده. جون التعادل جه بعد أقل من ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ الجماهير بتنزل الملعب وخناقة كبيرة بين المدرسين والمدرسات والتلاميذ. ايه رأيك في اللي بيحصل ده يا مس إلهام؟ دي خناقة كبيرة قوي. اجري يا فرح، دول جايين علينا. اجري يا فرح. يا سليم الماتش كده باظ يا ماما. ماتش ايه يا حبيبي؟ المهم نخرج من هنا. هي ام جلال فين؟ شفتها ركبت حمار عم زيكو وجريت من اول خناقه. طب يلا نجري احنا كمان.
طب الحمد لله ساسا كويس ومجرد رجعت. بس الماتش باظ يا ماما. الحمد لله ان احنا خرجنا من المدرسه سلام. انت شفت الخناقه كانت عامله ازاي؟ ماما انا وساسا دعينا ربنا عشان نفوز ما فزناش. ليه ربنا ما استجابش لدعائنا؟ بس انا فاكره انك قلت يا رب العب وانت فعلا لعبت. لكن ما فزناش. اكيد انت دعيت علشان تفوز والفرقه التانية دعت انها تفوز. تفتكر ربنا هيستجيب لمين؟ مش عارف. اكيد هيستجيب لنا كلنا، بس كل واحد بالصوره اللي فيها خير ليه. يعني اكيد دعائنا كله مستجاب، بس بالصوره اللي ربنا شايفها فيها خير لينا. يعني انت ممكن مثلا تدعي حاجه وتبقى عايز الطلب اللي انت طلبته ده يتحقق دلوقتي حالا وما يتحققش. انت بتبقى فاكر ان انت دعائك مش مستجاب، بس لا، ربنا بيعرف حاجه انت مش عارفها، وممكن يبقى في حاجه احنا مش حابينها تحصل لنا ويبقى من وراها خير واحنا برضو بنجهل الموضوع ده. ففي كل حاجه ربنا بيجيبها خير طالما بندعي وبنتوكل على الله. فهمت حاجه يا حبيبي من اللي انا بقولها دي؟ طيب انا هجتهد وهتدرب وهبقى احسن. هو ده سليم حبيبي.